المشاهير بيكون عندهم دايما حب اقتناء الحاجات الغالية، يعني اللي اشترى جهاز يكشف الأشباح، واللي حجز تذكرة طيران للفضاء، واللي جاب جاكيت بحوالي 9 مليون جنيه، واللي اشترى قلادة بحوالي 200 مليون. حتى وصل الموضوع انهم يشتروا مدن كاملة. دي حاجات المشاهير العرب والأجانب قرروا انهم يمتلكوها، أثروا بيها الجدل ولفتوا الانتباه. لو عاوز تعرف أكتر عن أغرب مقتنيات اشتراها المشاهير، اتفرجوا على الفيديو ده للآخر. من قبل ما يكون في ترند، والمشاهير دايما بيدوروا على حاجة علشان يلفتوا بيها الانتباه. في منهم بيعمل ده بإطلالة غريبة أو حتى مثيرة للجدل، وفي ناس تانية لفتت الانتباه بحاجات غريبة اشتروها. يعني عندك مثلا الممثلة والمذيعة الكويتية آمل العوضي، قررت تثير الجدل واشترت أغلى قطعة لبس، واللي كانت عبارة عن معطف من أغلى أنواع الفرو في العالم. كان سعره وقتها 70 ألف دينار كويتي، يعني حوالي 9 مليون و500 ألف جنيه مصري. وقتها قالت إن الفرو ده من فرو ثعلب. أما هيفاء وهبي ملكة لفت الانتباه، صحيح كلنا بنستنى إطلالتها، لكن المرة دي هي ما عملتش جدل بلبسها. هي اشترت جزمة اللاعب كريستيانو رونالدو، واللي كان موقع عليها شخصيا سنة 2012، واشترت الجزمة في مزاد في دبي للأعمال الخيرية، اشترتها بوقتها ب 351 ألف درهم إماراتي. هيفاء كمان ما اكتفتش إنها تشتري جزمة رونالدو بس، لا دي كمان اشترت الكرة اللي لعبوا بيها في نهائي كأس العالم 2010، لأن الكرة ليها نصيب الأسد والكل بيجمع على حبها. فنلاقي إن فنانين كتير كانوا بيتصارعوا على شراء مقتنيات اللعيبة. فتلاقي الفنان محمد ثروت اشترى قميص اللاعب ليونيل ميسي سنة 2017، اشترى وقتها ب 500 ألف جنيه، والفلوس راحت وقتها تبرع لمصابين فيروس سي. أما الفنانة الإماراتية أحلام، ملكة الإطلالات الغريبة، لازم تكون من ضمن المشاهير اللي بيلفتوا الانتباه. وأغرب حاجة اشتريتها أحلام كانت قلادة غريبة قوي علشان تضمها لقائمة مجوهراتها الغالية. القلادة دي اشتريتها أحلام ب 4 مليون دولار، يعني حوالي 200 مليون جنيه بسعر النهارده. القلادة من مجموعة نمر كارتيه، وهي من الذهب الأبيض 18 إيرات، وفيها حجر كريستال في 1684 قطعة ألماس. كمان بيدخل فيها الزمرد والعقيق اليماني. مش بس العرب اللي كان عندهم هوس شراء المقتنيات الغريبة، مشاهير بره طلعوا ليفل الوحش في الموضوع ده. يعني عندك مثلا ليدي جاجا اشترت حاجة غريبة جدا، راحت دفعت فلوس كتير قوي علشان تشتري جهاز تكشف بيه عن الأشباح، وقتها اشتريته ب 50 ألف دولار. النجمة سيلين ديون اشترت جهاز ب 2 مليون دولار علشان يرطب الهواء، علشان تفضل محافظة على شعرها وبشرتها. أما الفنانة بيونسي، واللي برضه متعودة تشتري حاجات غريبة قوي، كانت أغرب الحاجات اللي اشتريتها كنيسة قديمة قوي. الأغرب إن الكنيسة دي محدش بيدخلها ولا اتعمل فيها أي صلوات من زمن بعيد قوي. في برضه مغنية أمريكية مشهورة اسمها كاتي بيري، المغنية دي ما اشترتش لنفسها حاجة غريبة ولا حاجة، إنما قررت تفاجئ حبيبها الممثل البريطاني راسل براند، واشترت له هدية تذكرة سفر للفضاء، وكانت تكلفتها 200 ألف دولار. من أغرب المواقف اللي حصلت كان اللي عملته ممثلة أمريكية اسمها كام باسنجر، والممثلة دي سنة 1989 قررت إنها تشتري مدينة كاملة، أيوة بجد، دفعت فيها أكتر من 20 مليون دولار. المدينة دي كانت في ولاية جورجيا، وكانت مساحتها 1751 فدان. وقتها قررت كام إنها تحول المدينة دي لاستوديو سينمائي أو لمنتجع سياحي. بس المضحك والغريب في نفس الوقت إنها في سنة 1995 فلست واضطرت تبيع المدينة في مزاد علني. قولوا لي بقى، انتوا ايه أغرب حاجة اشتريتوها؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.